السلام عليكم اخوتي المشاهدين الحبايب ديالنا، كي بقيتوا لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا على خير وبخير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو ديالنا خارج المغرب وداخل المغرب. اليوم غنقدم معكم بسبوسه سهله اقتصاديه وفي متناول الجميع. غادي نشاركوها معكم اخوتي المشاهدين. غنذكر المقادير. عندنا زلافه ديال السميده، هي كتهز رابعه هذيك، ولاني التالي عاد نقول لكم شحال دخلت لنا ديال السميده. عندنا قبيصه ديال الملحه، عندنا واحد الدانون ديال الفاني، عندنا 3 البيضات، عندنا كاس معامر ديال الزيت، عندنا كاس السنيده، عندنا كاس د الماء عادي من الصنبور، عندنا كاس د الحليب. حنا خوينا هنا دابا غادي خوات كاس د الحليب وكاس د الزيت، القياس ديما بكاس العنبه. كاس د الماء، دابا كدير دانون ديال الفاني داكشي معاك. غادي نخلطوا العناصر كامله اللي ذكرنا معاكم. ديري قبيصه ديال الملحه، عاد ديريها قبيصه ديال الملحه، دابا كتضيف البيض. درت البيضه الاولى. البيض ديما المشاهدين ديالنا يكون بحراره المطبخ باش كينجح معكم الوصفه. يكون في الثلاجه بارد بحال الحاجه ما كتطلعش مزيان، لا كيك ولا بسبوسه ولا بريوش ولا اي حاجه. خلطوا مزيان. المشاهدين ديالنا درنا داك 3 البيضات، قبيصه ديال الملحه، درنا فاني وخلطنا مزيان. دابا كدير السميده. هي درت ديك الزليفه كامله بحال والو نزيدو ياك. دابا غادي دير داك 2 ساشيات ديال الخميره من فئه 8 غرام، بحال تقول 16 غرام. تقول نص كيلو ديال السميده دخلت تقريبا غتكون نص كيلو قريب. 2 زليفات. قلت لك انا زعما ديرها ماشي دير بهذا، انت تعجن وانت دير القياس. شوف كاين السميده اللي كيلو ولا كيلو ديال السميده. هو كاين السميده اللي كتشرب، كاينه اللي ما كتشربش. هذه بحال اللي ما كتشربش دغيا. هذه دخلت لها 2 زلايف ديال السميده مع فوقاش توجدوا لنا كاسكرو شي شويه زايد. يا العيالات يا المشاهدين، هاد العيالات غادي تقالين. الله كير التبصيل تقالين. هانتوما المشاهدين ديالنا نخلطوا مزيان ونرجعوا معاكم. هانتوما المشاهدين بعد ما خلطناها دهنا المقيله ديالنا بالزويته وشويه السميده ودرنا الخليط ديالنا. ولاني حنا دخلت نص كيلو ديال السميده. نتوما الا عندكم المول صغير غادي تدخل لكم قل رابعه ولا 200 غرام. حنا من دخلت نص كيلو. هادشي اللي كاين اخوتي. من طيب ان شاء الله نشاركوها معكم. هانتوما المشاهدين ديالنا هذا السيرو اللي غادي نسقيو به البسبوسه ديالنا من بعد ما طيب. راه حنا دخلناها للفران طيب، الفران يكون سخون. هانتي عندي 2 كيسان د الماء قياس ديما بكاس العنبه، عندي كاس ديال السنيده و2 شرائح ديال الحامض. غنخليوه يغلى وهذا هو اللي غادي نسقيو به البسبوسه ديالنا. المشاهدين ديالنا البسبوسه من بعد ما خرجناها من الفران كتجي محمره وزوينه واقتصاديه وكتعطي كميه كبيره. حنا درناها في المقاد الحرشه حيت بحجم عائلي اللي بغى يديرها
صغيره يديرها. اللي دارها صغيره المشاهدين ندير غير 2 بيضات ولا وحده بيضه كبيره. حنا درنا 3 البيضات على حقاش حجم كبير. ها هو السيرو المشاهدين، بعد ما طاب حنا كنسقيوها بداك السيرو باش كترطاب. خاص الا كانت البسبوسه تكون بارده يكون السيرو سخون ولا العكس. هادشي اللي كاين اخوتي. من بعد ان شاء الله من نقطعوها نشاركوها معكم. المشاهدين ديالنا سقيناها بالسيرو، درنا شويه المربى حتى هو سقيناه كيدير داك اللمعه، كندهنوها واللي بغى يدهن بالعسل يدهن. دابا كنزوقوها بكاوكاو مهرمش، اللي بغى يدير الكوك يدير، حنا ما توفرش عندنا كنديرو غير كاوكاو. هادشي اللي كاين اخوتي المشاهدين. المشاهدين ديالنا من بعد ما قطعناها كتجي فتيه، كتجي فتيه ومهويه من الداخل وهشيشه واقتصاديه. هانتوما اخوتي المشاهدين، سمحوا لنا المشاهدين ديالنا، راه عندنا الضياف الهضره بزاف، سمحوا لنا المشاهدين ديالنا. كتجي زوينه الصراحه، نتمنىكم تجربوها وتشاركوا معنا الى عجبكم الفيديو ديالنا، ودعمونا اخوتي الله يوقف معكم باش نستمروا، راه بالدعم ديالكم باش غنستمروا اخوتي. والسلام عليكم، الفيديو الجاي ان شاء الله.